الأهلي يحاول تقريب وجهات النظر مع أفيميكو بولولو المهاجم الكونغولي وناديه لإتمام الصفقة في ظل قناعة ياس تورب الكبيرة باللاعب، وأيضا رغبة النادي في حسم الصفقة وعدم إطالة المفاوضات أكثر من ذلك. سيراميكا كليوباترا يرفض الحصول على خدمات أشرف داري على سبيل الإعارة مجانا بسبب راتبه الكبير وعدم وجود مكان للاعبين أجانب جدد في قائمته بعد ضم مهاجم جديد خلال الساعات الماضية من زيسكو الزامبي. حالة سعادة كبيرة تسيطر على جماهير شبيبة القبائل الجزائري بعدما قرر الكاف منع جماهير الجيش الملكي من حضور مباراتين للفريق بسبب أحداث مباراة الأهلي، وهو ما يعني أن مباراتهم مع الجيش الملكي في المغرب لن يحضرها الجمهور المغربي. الأهلي يقرر إيقاف مفاوضاته مع دوغلاس أوسو الجناح الغاني الشاب الذي يلعب في صربيا مؤقتا بسبب مبالغة ناديه في مطالبه المالية، ووصف المدير الرياضي للنادي الصربي عرض الأهلي لشراء اللاعب بالعرض المضحك بسبب قيمته المالية الضعيفة من وجهة نظرهم. أحد أفراد عائلة حمزة عبد الكريم ينفي كل ما يصار عن تراجع برشلونة عن ضم اللاعب بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به في مباريات الفريق الأول بالأهلي الفترة الأخيرة. بعد تواصل أحد الصحفيين الأهلاوية معه لسؤاله عن حقيقة ما يصار، وسام أبو علي يكذب طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق ويؤكد أنه لا صحة على الإطلاق لكل ما قالوا عن تحذيره لحامد حمدان من الانتقال للأهلي، ويؤكد أنه لم يرى في الأهلي طوال الفترة التي قضاها في النادي إلا كل خير وأفضل معاملة وأفضل تقدير، ولا يوجد أي سبب مقنع لكي يحذره من الانتقال للأهلي. نادي الرجاء المغربي يقترب من ضم فؤاد الزهواني نجم المنتخب المغربي للشباب لتعويض رحيل يوسف بالعمري للأهلي. أحمد عبد القادر يواصل الغياب عن الأهلي في مباراة المصرية للاتصالات في الكاس بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلي، وأشرف بن شرقي يواصل الغياب هو الآخر لعدم عودته للقاهرة حتى الآن. أحمد رمضان بيكم يشكو من آلام شديدة في الظهر ويغيب عن تدريبات الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات. مارسيل كولر يؤكد في تصريحات للصحف السويسرية أن النجاح الكبير الذي حققه مع النادي الأهلي لو كان تحقق في أي فريق آخر في أوروبا لكان مازال في منصبه حاليا حتى لو خسر نصف نهائي دور الأبطال، لكن في الأهلي المصري الوضع مختلف تماما، والجماهير دائما متعطشة للألقاب ولا تقبل الخسارة إطلاقا، والوضع ينقلب رأسا على عقب حال خسارة أي مباراة، والجماهير هناك حينما تفوز بلقب لا تقول تهانينا بل تقول هناك لقب آخر نريده. وفيما يخص ردود الفعل فحينما كان ذاهب إلى المطار بعد إقالته كانت هناك رسائل شكر عديدة تعرض على شاشات عملاقة في الشوارع، وكان التقدير لعملهم واضح تماما. الكاف يعين الحكم البوروندي باسافيك ندابيا حكما لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم. موقع سوف سكور العالمي يضع صلاح ومرموش في التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم، وموقع سكور 365 المتخصص في الإحصائيات يضع صلاح فقط في التشكيل المثالي. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يخصص فقرة في مران المنتخب الأخير لتدريب اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل في الكرات الثابتة لاستغلال نقطة ضعف جنوب أفريقيا الأبرز في مواجهة الغد، ويطالب مهاجم المنتخب بضرورة عمل فولو على كل تسديدة على ويليامز حارس المنتخب الجنوب أفريقي والضغط عليه بشكل مستمر واستغلال ثقته الزائدة بنفسه نظرا لقوة المنافس واحتمالية استقبال أهداف في بداية المباراة. حسام حسن يضع أكثر من سيناريو لمباراة الغد حتى يكون جاهز لكل الظروف ولا يكون هناك أي شيء مفاجئ. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحذر مهاجم المنتخب من استمرار ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مواجهة الغد حتى لا تعاقبهم كرة القدم. تقارير إفريقية تؤكد أن هوجو بروس قد يجري بعض التغييرات على تشكيل جنوب أفريقيا الأساسي لإيقاف خطورة مرموش وصلاح في مواجهة الغد. طبيب المنتخب الوطني يؤكد جاهزية مصطفى محمد ومحمد حمدي من الناحية الطبية للمشاركة أمام جنوب أفريقيا غدا، وأن مشاركتهم في اللقاء ستكون مرهونة بقرار الجهاز الفني. تقارير صحفية تؤكد أن هناك أكثر من 5 أو 6 لاعبين يرغبون في الرحيل عن الزمالك بسبب الأزمة المالية وعدم الاستقرار في النادي، وأبرز هذه الأسماء ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق. تريزيجيه يؤكد أن مباراة جنوب أفريقيا هي مباراة هامة جدا بالنسبة لهم كلاعبين خصوصا أنها ستحدد ترتيب المجموعة، والجهاز الفني حرص خلال الأيام الماضية على شرح المنافس لهم بالتفاصيل، والكل يعرف الإيجابيات والسلبيات في مباراة زيمبابوي، والجميع يعرف أن هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة، والجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على معالجة هذه المشكلة، وهو يتمنى أن يحالفهم التوفيق في استغلال الفرص غدا.
حسام حسن يكثف من جلساته الخاصة مع زيزو وصلاح والشناوي ومصطفى فتحي لدعمهم معنويا ومنحهم تعليمات فنية خاصة قبل مواجهة جنوب أفريقيا، على أمل أن يكون ذلك سببا في ظهورهم بمستوى مميز في المواجهة. التوأم حسام وإبراهيم حسن يعرضون على لاعبي المنتخب الوطني في المغرب بعض عناوين الصحف في جنوب أفريقيا التي تتحدث عن أن جنوب أفريقيا دائما تمثل العقدة للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية لإشعال حماسهم ودفعهم للرد في الملعب غدا. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يحضر مران المنتخب الأخير قبل مواجهة جنوب أفريقيا ويدعم حسام حسن قبل المواجهة ويؤكد له ثقته الكاملة في قدرته على قيادة المنتخب لتصدر هذه المجموعة، وسط تركيز الجميع مع مباراة مصر وجنوب أفريقيا غدا. حالة ترقب لنتيجة ديربي المجموعة الأخيرة بين ساحل العاج والكاميرون، وذلك وسط محاولات كل منتخب منهم تصدر المجموعة لتجنب النهائي المبكر مع مصر أو جنوب أفريقيا في دور ال16، وذلك بعدما أصبح من المؤكد أن يصطدم تاني هذه المجموعة مع تاني مجموعة منتخبنا الوطني. هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا يؤكد أنه يعرف جيدا مدى قوة المنتخب المصري وقدرات لاعبيه المميزين أمثال صلاح ومرموش، لكنه يثق تماما في لاعبيه وقدرتهم على خوض مباراة كبيرة جدا لتحقيق ال3 نقاط، وهو يعرف جيدا أهمية الانتصار في هذه المواجهة تحديدا، ويتوقع أن تكون مباراة مليئة بالندية والإثارة لرغبة المنتخبين في ضمان التأهل بنسبة كبيرة ولعب المباراة الأخيرة دون أي ضغوط. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يؤكد أن المنتخب في أتم الجاهزية لمواجهة جنوب أفريقيا غدا، ومباراة الغد هي الأهم لهم حاليا، ولا يوجد تفكير في من سيواجه المنتخب بدور ال16، والأهم لهم تحقيق ال3 نقاط غدا للاقتراب من التأهل أولا. ويؤكد أن المستويات التي ظهرت في الجولة الأولى تؤكد أن البطولة ليست سهلة وتضم منتخبات كبيرة، ولكن منتخب مصر لا يخشى أحد وجاهز لمواجهة أي خصم، وهو راضي تماما عما قدمه اللاعبين في المباراة السابقة. وفيما يخص محمد الشناوي فهو واحد من أفضل حراس المرمى في قارة أفريقيا وقدم مباراة جيدة، وكل حراس المنتخب في أتم الجاهزية للمشاركة. وإمام عاشور لاعب كبير، واستبداله في اللقاء الماضي كان بسبب تغيير طريقة اللعب والرغبة في الدفع بمهاجم صريح. إبراهيم عادل لاعب المنتخب الوطني يؤكد أن المنتخب كان قادر على الفوز بنتيجة كبيرة على زيمبابوي في مباراته الأولى، لكن التسرع في إنهاء الهجمات تسبب فيما حدث والفوز بصعوبة في الدقائق الأخيرة، وهو ما يريد المنتخب تجنبه في مباراة الغد والتسجيل من أنصاف الفرص. وهو يتمنى على المستوى الشخصي أن يكون الحضور الجماهيري أكبر في المباريات القادمة، وأن يلقى المنتخب واللاعبين كل الدعم لما يمثل هذا الأمر من أهمية بالنسبة لهم. مصطفى شوبير حارس المنتخب الوطني يؤكد أن المنتخب استعد بشكل جيد جدا لمواجهة جنوب أفريقيا، ويسعى للظهور بتركيز أكبر في المباراة وتجنب تكرار أخطاء مباراة زيمبابوي، وخصوصا فيما يتعلق بإهدار الفرص. ويؤكد أن الفوز في المباراة الأولى كان هام جدا وجعلهم يستعدون بشكل أكثر راحة لمباراة جنوب أفريقيا، وهو يثق أنه بإذن الله ربنا سيوفق المنتخب غدا في تحقيق الفوز والانتصار. مدرب منتخب زيمبابوي يؤكد أن منتخب بلاده لن يكون لقمة سائغة في مواجهة أنجولا غدا، وحريص على تحقيق نتيجة إيجابية لتجنب الخروج المبكر من البطولة والحفاظ على حظوظهم للجولة الأخيرة. أشرف حكيمي يدعو مبابي وديمبلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية. ميسي ينافس على جائزة ملك الأمريكتين للمرة الأولى في تاريخه، والتي تمنح لأفضل لاعب في أمريكا الشمالية والجنوبية. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا مين اللعيبة اللي تتوقع أنها تسجل لمنتخب مصر في جنوب أفريقيا بإذن الله. هستنى رأيكم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة.